مع اقتراب البدء في المؤتمر الاقتصادي المصري المزمع انعقاده في النصف الأول من مارس المقبل، أعلنت وزارة التعاون الدولي منذ أيام قليلة عن حضور عدد كبير من مستثمري الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الباب مفتوح أمام جميع المستثمرين، مما أثار ارتياح الشارع المصري تجاه قياداته السياسية. إن شاء الله المؤتمر الاقتصادي اللي هيحصل في شهر 3 إن شاء الله، اللي هيتم في شرم الشيخ، وهيحضروا 60 رئيس دولة إن شاء الله، هيعموا بالخير على مصر. وإن شاء الله مصر ربنا حارسها وهتفضل قوية وتحيا مصر، وإحنا كلنا فدا مصر. وبنقول لكل الناس، بنقول للإرهابيين وبنقول للجماعة اللي منهم لله إن مصر هتقف على رجلها، واقفة على رجلها، ومحدش هيقدر يغير في مصر. وان شاء الله المؤتمر هينجح. مؤتمر حلو جدا، يعني حلو للبلد، يعني في احلى من يعني المؤتمر جميل جدا وحلو للبلد، يعني بيشغل البلد، يعني البلد بتفوق بتقف على اجريها، ورب يجيب الخير، يعني ان شاء الله فيها الخير ان شاء الله يا رب. اتفائلوا بالخير تجدونه يعني، وربك يجيب الخير ان شاء الله. الرئيس السيسي مش هيعمل حاجه كده اي كلام، الرئيس السيسي بيشتغل صح، ومن ساعه ما مسك البلد وان شاء الله ربنا يكرمه ويكرمنا جميعا. طبعا احنا عايزين نخلص بقى من حكايه الارهاب، وعايزين نخلص من الحكايه دي كلها، وعايزين البلد تبقى حلوه، ونفسنا الدنيا تمشي بقى كويس ان شاء الله. فالمؤتمر اكيد ليه نفع، اكيد ليه نفع، وهيعود علينا كلنا ان شاء الله بخير. ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر الاقتصادي استثمارات أجنبية كبيرة سيتم توزيعها على مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة. أعتقد أن إن شاء الله بإذن الله مصر هتجني استثمار كبيرة جدا من المؤتمر الاقتصادي ده إن شاء الله، واعتقد ان هيبقى في مشروعات ضخمه جدا، في مجموعه مقدماها وزاره الاسكان، وفي مجموعه كبيره جدا من مشروعات الطاقه. اعتقد انها ان شاء الله باذن الله هتكون ليها ناتج جامد جدا بعد المؤتمر ان شاء الله. طبعا انا بشجع المؤتمر الاقتصادي واهلا بيه في مصر، واهلا بكل الناس اللي هتيجي مصر، وان شاء الله انا شايف جهود الحكومه وجهود الدوله فعالة جدا جدا في تأمين المؤتمر، وإن شاء الله مصر هتستفيد منه كتير جدا جدا إن شاء الله. مصر لما تمشي الدنيا كلها تبقى حلوة، والمؤتمر ده احنا متفائلين بيه وبسيادة الرئيس السيسي، واحنا قلبنا معاه. وبالنسبة أنا مواطن سوري ومعاه قلبا وقالبا، لأنه هو يعني ربنا يجعل فيه الخير، هو فوق مصر من حاجات كتير. وعلى الصعيد الأمني فهناك خطة تأمين للوفود المشاركة بالمؤتمر من خلال التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية، خاصة في ظل حالة الإرهاب التي تهدد المؤتمر. حالة من الشغف الشديد يعيشها المجتمع المصري في انتظار انعقاد المؤتمر الاقتصادي المقبل، آملا أن يحقق لمصر مزيدا من الرخاء والتنمية. هكذا رأى البعض في الشارع المصري. من وسط العاصمة المصرية القاهرة، يرى شوقي، قناة الحدث.